السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله جايبة لكم أكلة شعب مصر كله بيعشقها، ويمكن إخواتنا العرب كمان. أكلة موفرة واقتصادية وبتدفينا بقى في الشتاء ده، العدس طبعا. أول حاجة أنا هبدأ معاكم المقادير بأسهل طريقة. ده 4 كيلو عدس، أنا بحط عليه طماطمية متوسطة، بصلية متوسطة، لا إما جزرية كبيرة لا إما جزرتين صغيرين، و4 فصوص توم، بس ما بضيفش أكتر من كده. واحط عليه لتر مية. أنا حتى عايرت بالإزازة علشان تبقوا إيه المعيار بتاعه مظبوط، لأن أنا بحط مية كده عشوائي عشان إيدي واخدة على الطريقة بتاعته بس. واشغل عليه بقى النار واسيبه يغلي، بس تخلوا بالكوا علشان هو بيفور، لا إما توربي الغطا بتاع الحلة لا إما الغطا يبقى متشال خالص. وهو كان بغلوة وما بياخدش وقت خالص، وتلاقيه خلاص دب معاكي كده. نسيبه يهدى شوية علشان بس الكب أو الخلاط، ونبدأ بقى احنا هنعمله ده بالشعرية. نحمر الشعرية. لو انت عايزاه تعمليه عدس شوربة بس هتعملي كل الخطوات اللي انا اقولك عليها، بس من غير ما نحمر الشعرية. انا بحمر الشعرية عشان عايزاه بالشعرية كده لحد ما تاخد اللون الجميل اللي احنا كلنا عارفينه ده. بس انا بقى طبعا بيبقى بالخلاط بالكبة تعصريه زي ما تعصريه الاسهل لك. انا اضربه كده بالكبة بالخلاط اللي يعجبك، وبعدين تبقى الشعرية خلاص اتحمرت، اروح نازلة بقى على العدس بايه بمصفى. حط مصفى فوق الحلة وافضل بقى اللي اعصره انزله بس لحد ما ينزل كله فوق كده الشعرية. اسيبه بقى على النار، وايه طبعا تبقى ايدينا فيه علشان الشعرية ما تلزقش في الحلة من تحت. احط مكعب مرقة واحط ملح وكمون، بس هو ما بتحطش فيه غير كده، ملح وكمون والمكعب المرقة. وقلب برضو زي ما قلتلك علشان الشعرية ما تلزقش في قاع الحل بس. وطبعا تبقى النار شغالة عليه. اروح بقى جايبة بصلاية متوسطة او صغيرة بمعلقة بقى، يا سلام لو معلقة سمنة بلدي بس بقى، دي المادة الدهنية اللي انت تحبيها، بس هو يفضل طبعا سمنة او زبدة. ويا دوبك اقلبها كده، يا دوبك تدبل بسيط، ما بتاخدش لون خالص. واروح نازلة عليها مع العدس، واسيبه بقى لحد ما يوصل للقوام اللي يريحك. وطبعا انت بتدوقي طبعا بتظبطي الملح بتاعك، كل واحد طبعا ما عايزه. انا بحبه بصراحة، احنا بنحبه بالقوام ده، بيبقاش خفيف قوي. طبعا كل واحد طبعا برضو ما بيفضل. وزي ما قلت لك لو شوربة يبقى مش هنعمل الشعرية. وبألف هنا وشفا. وما تنسوش اللايك والاشتراك. اترككم في رعاية الله.